دوزتي بعدا الباك مزيان؟ ما نقدر نقول لك والو دابا تنشوف النتيجه. ما تخافش، هذا اسهل امتحان غدوزو في حياتك، غتسمع اخبار الخير ان شاء الله. امين. واشنو ناوي دير من ورا الباك؟ انا بغيت ندير لا جيستيون، والوالد قال لي يدفع لا مارين، وخويا قال لي يدير لانفورماتيك، ودابا تلفت ما عرفتش ندير. شوف ولد خالتي، غادي نعطيك ثلاثه ديال النصائح، والاخر اهم وحده فيهم. سير ولد خالتي فيدني الله يحفظك. هو صراحه الوالد ديالك وخوك عطاوك واحد زوج ديال لي دومين اللي واعرين بزاف ومطلوبين، بالخصوص الدومين اللي اختار لك خوك، ولكن انت خصك دير الحاجه اللي كترتاح فيها، حيت الحاجه اللي كتبغيها هي اللي غتعطي فيها اكثر. هذه هي النصيحه الاولى. النصيحه الثانيه هي مزيان تشاور مع الناس اللي فايتينك في الخبره ولد خالتي، ولكن القرار النهائي خاصك تاخذه انت، حيت الا درتي بشي اختيار اختاروا لك شي واحد لا قدر الله وما سلككش ديك الاختيار، فانت بوحدك اللي غتوحل، ماشي هذاك اللي اختار لك. بلا انا ولد خالتي. والنصيحه الثالثه اللي قلتي لي مهمه. النصيحه الثالثه ولد خالتي هي ما تعولش على الدبلوم ديالك. هو تقدر تنجم به ممكن، ولكن الدومين اللي غتختار تكمل فيه قرايتك قول با كيدير فيه الصحاب غتحتاجهم. اما الا كنت غادي دير المشروع ديالك من ورا الفورماسيون هذيك هضره اخرى، ولكن في كلتا الحالتين خاص با كيدير الصحاب. صح. هو الصراحه راه كاينين اللي كيجدوا الباك وما كيعرفوا ما يديروا به. هذا الشيء بسبب الهشاشه التعليميه وانعدام التوجيه الجيد، ولكن اللي عنده شي حلم ما يسمحش فيه واخا تبعدوا عليه الظروف.